ألذ طريقة بقى للفراخ المشوية بالطريقة دي، وهي فراخ المحشية بالثوم وبالخضار. جديد وحصري الفيديو ده بجد تحفة، ولو جربتوا الفراخ بالطريقة دي مش هتعملوها غير بالطريقة دي، بجد طعمها تحفة وعاملة زي الديك الرومي، مش فراخ خالص، طعمها خطير بجد ومستوية ولذيذة. وكمان الخضار اللي فيها شارب بقى من الصوص بتاع الفراخ، وطعمها تحفة بجد. طبعا باين شكلها كمان انها جميل. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. اول حاجة هجيب عندي مية واحط ملح وشرايح من الليمون، وهنقع فيها الفرخة لمدة ساعتين، مش عايزة اكتر من كده. بعد كده بتبل بقى عندي هنا التتبيلة اللي هتبيت فيها الفراخ، وهي بصلة مفرومة ونص كوباية من الزبادي، ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر، بصل باودر، معلقة من الخل. وهبتدي اقلب كله مع بعضه. التتبيلة دي هشيلها طبعا، هشيل الفراخ من المية. بعد كده بنزل بالتتبيلة دي وبتبل بيها الفراخ، ودي ممكن تقعدوها من 6 ساعات او 4 ساعات ل8 ساعات. انا الحقيقة بيتها في التلاجة، يعني قعدت من بالليل لغاية الصبح في التلاجة. بفتحها طبعا الاول عشان طبعا التتبيلة تدخل جواها بالمنظر ده بالسكينة كده، وبتبلها حلو قوي. وبجيب بقى الاسترتش لاب وبغطيها وبحطها في التلاجة. لو انتم مستعجلين ممكن تسيبوها 4 ساعات، اقل حاجة 4 ساعات. التتبيلة دي لما بتقعد فيها بتخلي طعمها حلو قوي. تاني يوم الصبح بقى بجهز عندي الخضار، معلقة من السمنة، وبنزل ببصلاية وجزراية واحدة وبطاطساية وشوية من الفاصوليا. بنزل كمان بقى بشوية ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر، بصل باودر، وبقلبهم وبشوحهم وبغطيهم حوالي ربع ساعة كده او اقل كمان، يعني لغاية ما تستوي نص سوا كده. بعد كده بقى بغطيها. هجيب بقى بعد كده عندي الفرخة، اشيل التتبيلة اللي انا عملتها من بالليل، احط بقى بصل شرايح في الصينية، ودي الصينية اللي هتدخل الفرن. بحط الفرخة، وعندي هنا حوالي 10 فصوص كبار من الثوم. الفتحات اللي انا عملتها ممكن اوسع الفتحة شوية، وببتدي احط فيها الثوم وبحط عليه ملح وفلفل، وبحشيه كده في الفراخ في كل جهة، في الصدر وفي الاوراق بالشكل ده. والتفتيح ده مهم جدا عشان لو في اي دم بالفرخة ينزل ما يتحبسش جواها الدم. بعد كده بجهز بقى التتبيلة تاني، وعبارة عن ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بهارات مشويات، معلقة من زيت الزيتون، وكمان معلقة من العسل، ومعلقة من السمنة، وكمان معلقة كبيرة من الكاتشب وصوص الباربيكيو، ومعلقة من المستردة. والتتبيلة دي تحفة جدا قوي للمشويات، وبتخلي طعمها بجد خطير. هبتدي اتبل الفرخة فيها من الصدر ومن الظهر كده، مش بدخلها من جواها، يعني مش محتاجة انها تدخل من جوه. طبعا دي اللي بتدي طعم حلو للفراخ، وبتدي اللون اللي هتشوفوا عليه الفرخة لما تدخل الفرن. ببتدي بقى اجيب عندي الخضار اللي احنا سويناه، وببتدي احشي بيه الفرخة، وبدخلها لغاية ما تاخد على قد ما تاخد، واللي هيتبقى ببتدي احطه في الصينية. هقفل عندي هنا هضم الوركين كده بفتلة، واقفلهم بفتلة عشان ما تبقاش الفرخة كده مفتوحة، والشكل ده اي فتلة كده من عندنا، وبربطها. بعد كده بنزل ببقية الخضار اللي اتبقى وبحطها في الصينية. ممكن نحط كوباية بس من المية عشان الفراخ ما تنشفش. بحطها في الفرن بقى، بتاخد تقريبا من ساعة وربع لساعة ونص. عايزة اقول لكم انها تحفة بجد وخطيرة، وعاملة زي الديك الرومي، بجد حلوة جدا.
لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.